لو لاحظت ان اللي قدامك بيمثل عليك اهرب. يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ميعادنا مع اس بي في 8، وقلنا ان احنا في اس بي في 8 هنتكلم عن كتاب الدكتور محمد طه علاقات خطره. بنكمل الجزء بتاع النفسيه. اول 2 فيديوز اتكلمنا عن كتاب الخروج عن النص، واتكلمنا عن جزئيات مهمه جدا جدا. بتمنى ترجع تتابع الحلقتين اللي فاتوا، والنهارده علمت لكم على 4 شابترز هنتكلم عليهم كده بايجاز. واتمنى لو ما عملتش سبسكرايب في الشانل او لايك للفيديو، عد 1 2 3 تعمل سبسكرايب لايك فيديو. 1 2 3. اوكي، النهارده هنتكلم عن 4 شابترز زي ما انا قلت لكم. واول شابتر هنتكلم عنه هو كرباج لازم وحبل المفروض. الدكتور محمد طه كان بيقول ان الناس اللي هم بيقولوا لازم كتير والمفروض كتير، دول وهم صغيرين حصل معاهم برضو حاجات اللي هو ايه، انت لازم تعمل كده، انت المفروض تعمل كده. فبالتالي كبر وهو اصلا يعني مش متقبل حته ان هي ما بتتعملش الا بالطريقه دي. يعني مش متقبل مثلا ان الناس ممكن يكون ليهم اراء مختلفه، ممكن يكون ليهم معتقدات مختلفه عن المعتقد بتاعه، الراي بتاعه. لا، هو شايف دايما المفروض وشايف دايما لازم. وده بالذات يعني بيكون مر بترومات وحاجات كتير وهو صغير، فبالتالي اثرت عليه لما كبر ان هو مش شايف الامور الا بطريقه معينه. والشخص ده زي ما الدكتور محمد طه قال في الكتاب بتاعه، الشخص ده كل ما يعمل حاجه تطلع له فكره ملحه من جواه تقول له لسه شويه، ما اتعملتش صح، المفروض كانت تتعمل بشكل افضل، لازم تعيدها تاني علشان تطلع احسن، انا لسه مش راضي، اعمل الصح. فيقعد يعيد ويزيد اللي عامله علشان يهدى ويرتاح، وترجع الفكره تتكرر تاني وتالت ورابع وهكذا. الفكره دي بتكون وسواسيه جواه ان انت المفروض تعمل الحاجات بالطريقه الفلانيه، فهو ممكن ما يتقبلش الاختلاف اللي بيحصل حواليه. والدكتور محمد وصف اللوازم والمفروضات، بيقول عليها مجموعه هائله من اللوازم والمفروضات اللي كل واحد فيهم عامله زي السيف الحاد المسلط على نفس صاحبها بدون راحه او هواده، واللي اصلهم كلهم تربيه قاسيه وتنشئه صعبه. والدكتور محمد في اخر الشابتر بيقول للناس او بيقول للمربين ايه، ارضوا باولادكم باقل القليل، بلاش تعايروهم بالتقصير وعدم الكمال، بلاش تجلدوهم بكرباج لازم، بلاش تشنقوهم بحبل المفروض، سامحوهم واعذروهم واقبلوا خطأهم وضعفهم وفشلهم. جماعه برضو الموضوع كله زي ما انا قلت لكم عامل شبه اللوب كده لازق في بعضه، هتعملها هنا هتيجي هنا، هتعملها هنا هتيجي هناك. موضوع النفسيه مهم جدا جدا جدا، وعشان كده انا خليته تاني جزء في الاس بي فيز. الموضوع ده مهم جدا جدا يا جماعه، واللي يقول لكم لازم مفروض ويحطكم على شيب معين ابعدوا عنه. وتاني شابتر معانا كان بيتكلم في الكارير شيفت. سنس ان احنا بنتكلم على education بقى والكارير كوتشنج وحاجات كلها ليها علاقه بالكورسات والمجالات والكلام ده، الدكتور محمد طه كان بيقول ان احنا بنختار الكارير بتاعنا بناء على شويه عوامل، او الشغل بتاعنا بناء على شويه عوامل. في اللي بيختار شغل على الوجاهه الاجتماعيه، عشان الوجاهه الاجتماعيه في بعض وظائف مثلا زي كليات الطب والهندسه والصيدله وبيشبههم. وفي جزء تاني بيختار الوظيفه بتاعته بناء على مدى القوه والتاثير الاجتماعي للوظيفه او المنصب، بتتكلم على وظائف القضاء والجيش والشرطه. وفي نوع ثالث بيختار الوظيفه بناء على المكان الجغرافي بتاع الشغل، منهم اللي بيختار الشغل عشان جنب البيت، وفي برضه بنات بيختاروا الشغل عشان خاطر ما يكونش بعيد عنهم ويعرفوا يوصلوا له بسرعه. فكان هنا بيقول اللي بيختار لنا شغلنا اصلا مجموع الثانويه العامه، اللي بيختار لنا شغلنا مكتب التنسيق. هو نفسه كان بيقول اللي اختار لي شغلي واللي اختار لي الكارير بتاعي مكتب التنسيق. اما احنا كام واحد فينا اختار الوظيفه بتاعته على اساس ان هو حابب المجال ده؟ كم واحد فينا اختار الوظيفه بتاعته عشان خاطر هو بيحبها، عشان خاطر عمل اسسمنت معين، او علشان خاطر عامل سيلف ريفليكشن وعارف نفسه؟ فالدكتور محمد هنا كان بيقول لي ان الناس اللي بيعملوا كارير شيفت هم من اقوى الناس اللي انتوا هتقابلوهم في حياتكم. كان هنا بيقول اللي اعرفه بجد انك لما تشوف حد قرر يغير مهنته، اعرف انك غالبا قدام شخص عنده القدره من الشجاعه والحكمه وتحمل الحيره وقبول الغموض ومقاومه التوهان والصبر على عدم وضوح الرؤيه. شخص قرر يكون حقيقي وسط زيف ممكن يكون عاش فيه سنين طويله جدا. وهنا بيوصف الناس اللي قعدوا في وظيفه ممكن يكونوا فتره طويله، ولكن برضه هم ما قبلوش ان هم يفضلوا في التزييف ده وقرروا يعملوا كارير شيفت. شخص قرر ينسلخ من جلده القديم ويتحمل الم الانسلاخ من جلده القديم علشان خاطر يبني جلد جديد لنفسه، وعلشان خاطر يتولد من جديد. وهنا الدكتور محمد بيتكلم عن شويه كاركترستكس في شخصيه الشخص اللي يقدر يعمل كارير شيفت، شويه خصائص في الشخصيه بتاعته. بيتحمل الجلد، بيتحمل الغموض عشان هو ممكن ما يكونش عارف ايه اللي جاي. هو اي نعم مخطط بس مش عارف ايه اللي جاي. عنده صبر وعنده قدره ان هو يقدر بعد ما وقع يقدر يقوم تاني. فبالتالي الشخص اللي عامل كده غالبا بيكون قوي، وغالبا بيكون عارف هو رايح يعمل ايه، وحتى لو قابلته حاجه جديده هيعرف يتعامل معاها صح. والشابتر الثالث هنتكلم فيه عن العلاقه مع شخص مستغل، ابيوزر. الشخص ده هيستغلك ويفضل ياخد منك ياخد منك ياخد منك وما يديكش اي حاجه خالص، علشان خاطر العلاقه معاه بتكون توكسيك، العلاقه معاه بتكون انستيبل.
هو شخص غير سوي. الناس دولت بيكونوا فرصه لينا علشان خاطر نبص جوانا تاني ونعمل سيلف ريفليكشن تاني ونعمل سيلف اسسمنت تاني عشان نعرف ايه النواقص اللي جوانا ونعدلها. وخليني ما اقولش عليهم ناس لان دولت مش ناس، دولت لايف ليسونز، دروس في الحياه بناخدها علشان خاطر نعرف ايه الحاجات الناقصه اللي فينا ونعدلها ونتقبلها ونسامحها ونطبطب على نفسنا اثناء ما احنا بنعمل كده، لان اكيد نفسنا اتعاملت مع شخص توكسيك او شخص سام، فبالتالي لازم نطبطب عليها في الفتره بتاعه الهيلينج علشان خاطر عمليه التريتمنت تمشي بشكل مظبوط وتتعافى بعدها. وخليني في اخر الشابتر قبل ما ادخل على الشابتر اللي جاي اقول لك على نوت صغيره كده انا كنت كاتبها. النوت دي بتقول عن نفسك بتكون اختياراتك وبتكون علاقاتك وبتكون قراراتك وبيكون شغلك وبتكون كل حاجه في الدنيا. انت شايف نفسك ايه؟ فبالتالي هتحط نفسك في علاقات كويسه. انت شايف نفسك ايه؟ فبالتالي هتحط نفسك في شغل كويس. على قدر ما انت بتشوف نفسك على قدر ما انت هتديها ويحصل الريفليكشن اللي بيحصل في الحياه قدامك، لان الحياه ما هي الا انعكاس للي بيحصل جوه دماغك. واخر تشابتر هتكلم فيه معاك على العلاقه الحقيقيه. والدكتور محمد قال ان في 7 عوامل بتتوفر في العلاقه الحقيقيه علشان تكون علاقه حقيقيه وتكون علاقه سويه وصحيه وتعمل نمو للطرفين اللي جايين جواها، يعني تعمل اضافه ليهم. انا مش داخل علاقه علشان خاطر اكملك او انت تكملني، احنا الاثنين كاملين واسوياء نفسيا، ولكن انا بقدر اكون سعيد وانت مش موجود، وانت برضو تقدر تكون سعيده وانا مش موجود، لان احنا الاثنين عندنا حياه واحنا الاثنين حياتنا كامله، فبالتالي مفيش حد فينا قادر يكمل حد. ولو حد عمل كده مع حد يبقى دي من باب النعمه، وربنا سبحانه وتعالى باعت لك الشخص ده علشان خاطر هو يساعدك وانت كمان تكون عايز تتساعد وانت كمان تكون عايز تتعالج وتكون كويس. ما تقولوش ان انا فيها كذا 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 وتبقى حد توكسيك وتكسك عليه علشان خاطر هو يفضل جنبك. والسبع حاجات دولت كالاتي: اول حاجه ان الطرف الثاني في العلاقه يحسسك انه حاضر وموجود ومهتم حتى لو كان مش معاك بجسمه دايما، وطبعا احنا عارفين نلاقي للموضوع ده حلول ازاي. تاني حاجه ان هو يجيد سماعك والاصغاء ليك وقت ما تحتاج ليه ويكون متابع ومتفهم اللي انت بتمر بيه ومتفاعل معاك. تالت حاجه ان هو يقبلك ويحترمك ويقدرك ويهتم بيك بدون شروط، يعني زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ما يقدملكش كل الكلام ده بشكل مشروط، لا هو بيقدمه لك بشكل غير مشروط. رابع حاجه ان هو مش هيحكم عليك اي حكم ديني او اخلاقي او قانوني تحت اي ظرف من الظروف، يعني ما تلاقوش دايما بيغدر بيك او بيحكم عليك احكام انت كمان مش هتحس معاه بالامان. خامس حاجه اتكلمنا عليها ان هو يحط دايما نفسه مكانك علشان خاطر يكون في مواجده كده ويكون في تواجد، يعني في سيمباثي والامباثي، يكون موجود معاك كده ومقدرك وقادر يحط نفسه مكانك عشان يحس باللي انت حاسس بيه، فبالتالي يعرف يعاملك ازاي، يعرف يوفركم المشكله دي معاك ازاي ويلاقي ليها حلول، وتلاقيه كمان متفهم كده معاك وتلاقيه كويس معاك، اما مش تلاقيه توكسيك وعمال بيتكسك. يا جماعه الموضوع ده فعلا مؤلم، الموضوع فعلا مش احسن حاجه. خلوا بالكم كلكم من الاشخاص اللي انتوا بترتبطوا بيهم، سواء اصدقاء او سواء في علاقه او سواء في زواج او سواء في اي حاجه او في شغل حتى، خلوا بالكم من الموضوع ده لان الموضوع ده فعلا مؤلم. يعني انا بقرا في الكتاب عن حالات الدكتور محمد بيوصفها، فعلا الموضوع مش احسن حاجه، الموضوع مش حلو، فلازم يكون عندك الوعي ده علشان خاطر ما تتدبسش. سادس حاجه كان الدكتور محمد بيقول فيها خليكم حقيقيين في العلاقه، تمام، وما حدش فيكم يمثل على التاني، ما حدش فيكم يمثل اي دور على التاني. لو لاحظت ان اللي قدامك بيمثل عليك اهرب. وهنا حاجه ممكن اكون اتكلمت عليها. الحاجه السابعه بتقول ان العلاقه ما تكونش ما بين اتنين والاتنين دول بس وقافلين على بعض، انتوا الاتنين بالعين بعض وانتوا الاتنين مستغنيين ببعض عن الدنيا والعالم كله وعلاقات الفراشات دي. الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش مظبوط. لو لقيت حد مستغني بيك عن الدنيا كلها ومالوش حياه ومالوش اخوات ومالوش صحاب، دي علامه مش احسن حاجه، ده ريد فلاج. فخلي بالك الحته دي مش الطف حاجه. فبالتالي لا، كل واحد فيكم لازم يكون عنده صحاب، لازم يكون عنده اهل وعنده اجتماعيات خاصه بيه بعيد عن الشريك اللي موجود معاه. فالدكتور محمد هنا كان بيقول السبع حاجات دولت لو موجودين في اي علاقه فهي هتكون علاقه صحيه مغيره للطرفين الى الاحسن، علاقه صداقه، علاقه حب، علاقه جواز، علاقه عمل، علاقه علاجيه، اي علاقه. فبالتالي لما يتوفر لك السبع عوامل دول في العلاقه فعلا دي تكون علاقه صحيه ودي تكون علاقه حلوه، ودي انديكيتورز ان الشخص اللي قدامك شخص سوي مش ابيوزر او مانيبيوليتر، او الشخص ده مش مستغل او بيتلاعب عليك. وفي وصف العلاقه دي الدكتور محمد طه قال دي اسمها علاقه حقيقيه تحس فيها انك موجود ومتقدر ووجودك فارق وانك تستاهل وانك مش مضطر تدفع اي ثمن علشان ترضي اي حد. العلاقه دي تطمن وتفرح وتغير، العلاقه دي تقربنا من نفسنا ومن الناس ومن ربنا. فيا جماعه قبل ما نرتبط، قبل ما نفكر في اي نوع من انواع الورود والفراشات والكلام الجميل ده، لازم نخلي بالنا نقرا الكتاب ده كويس ونقرا الكتاب ده كويس علشان خاطر دولت هيعرفوك على الحاجات اللي بتحصل والحاجات اللي موجوده او ممكن يكون حصل فيكم. فبالتالي نخلي عندنا وعي عشان ما نقعش في اي مصيده من دولت. وفي ملخص الفيديو عايز الخص لك اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو. احنا اتكلمنا عن 4 شابترز. اول شابتر كرباك لازم وحبل المفروض، وانك لازم
تعمل كذا وانك لازم تعمل كذا والمفروض تعمل كذا. الناس دي ممكن تحسسك بعدم راحه، ولو انت لاحظت حد كده او لو انت كنت كده حاول تغير من نفسك، عشان خاطر كده انت بتعامل نفسك معامله غير صحيه. تاني شابتر كان الكارير شيفت، ووصف فيه الدكتور محمد طه ان الناس اللي بيعملوا كارير شيفت هم من اقوى واصلب الناس اللي انت هتعرفهم في حياتك، لان عندهم خصائص خلتهم تتحمل الغموض اللي هم مش لاقينه قدام واللي هم ممكن ما يكونوش عاملين حسابه، ولو حتى واجههم اي حاجه بيتعاملوا معاها بكل احترافيه. تالت شابتر كان معانا كان عن العلاقه مع شخص مستغل، واتكلمنا ان انت عن نفسك بتكون اختياراتك وعلاقاتك وبتكون قراراتك وبيكون شغلك وبتكون كل حاجه، فلازم انت تظبط علاقتك بنفسك وتظبط نفسك انت الاول، عشان خاطر اللي بيحصل في الحياه هو ريفليكشن من اللي بيدور في دماغك. فانت مش هتخش في علاقه مع شخص ابيوزر لو انت عارف قيمه نفسك كويس، وعارف انت عايز توفر لها ايه، وعارف الانديكيتورز بتاع الشخص، عارف الريد فلاجز من الاخر بتاع الشخص الابيوزر. ولو انت مش عارفها قلت لك اقرا كتابين دولت. ورابع تشابتر معانا كان بيتكلم عن العلاقه الحقيقيه، واتكلمنا فيه عن 7 عوامل لو توفرت في العلاقه هتكون علاقه حقيقيه وهتكون علاقه سويه ومش مضطربه، وعلاقه بتبنينا مش بتهدمنا، بتضيف لكل واحد فينا مش بتكمل كل واحد فينا. وهتعرف في الكتاب يعني ايه ان هي تضيف ليك او ان هي تكملك، لان احنا اكتشفنا في الاخر ان مفيش حاجه اسمها احنا بنكمل بعض، احنا بنمشي مع بعض. اما مفيش حاجه اسمها انا اكملك وانت تكملني وانا ابنيك وانت تبنيني والكلام الجميل ده. وفي نهايه الفيديو اتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل، واتمنى تعمل لايك للفيديو، ويا ريت لو انت عندك اي حاجه او اي تعليق ليه علاقه بالكونتنت اللي انا قلته او اي تجربه سابقه او اي حاجه محتاج تشاركها، يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتس. ومستنيكم بكره ان شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من كتاب علاقات خطره في SPV 8، وهنختم بكتاب لاب طعم فلامينكو عشان نحط حلول لكل الترومز وكل الهبل اللي اتفتح في الكتابين دولت. مستنيكم بكره وكل سنه وانتم طيبين، وابشر يا صديقي.